الابطال قبت عده جنيه، وحاليا انا بمدينه بروج البلجيكيه راح اطبل هاي المنطقه اللي وراي، ورب العالمين راح افسخ تفسخ. يلا بشو. مثل ما تشوفون اغلب المكانات حاليا معزله لان الجو بارد ومغيم والعالم ما تحب تطلع بهيك اجواء، بس اكيد ابو علاوي ما يوقفه لا هواء ولا غيوم ولا مطر ولا اي شيء، دقدقلات اليوم بهاي المدينه ورب العالمين. شباب هنا هاي المطاعم دائما تكون بالويكند متروسه ناس كلش هواي، بس حاليا ما بيها احد لان مو ويكند، يعني مو عطله نهايه الاسبوع. وهاي الاسعار مالتها هالقاط الزين. الهمبرجر عندك 17 يورو، التشيز ما ادري شنو 18 يورو، 19 17، ويا المي الملاعب تطلع منه اقل شيء مصموط 30 40 يورو ووضعيتك كايسه للاخير. فمن تيجي لهاي المكانات لا تخلي حد يقطك، وتذكر ابو علاوي اكو مكانات كلش رخيصه هواي تقدر تروح تاكل بيها، مثل هيك مكانات وراي اذا تطبلها راح يقطوك ويفسخوك تفسيخ مثل ما حاليا انا جاي افسخهم. منطقه جميله وانسى على خير. بس مثل ما قلت لكم حاليا يعني ما بيها ناس كلش هواي لان مو عطلة نهاية الاسبوع. شوف هذا الحجي، السلام عليكم. الاسني شباب. ونسيت نقطة ثانية، انا حاليا طالع بعد الساعة 7 العصر او 7 المغرب، ما اعرف شنو يسموها، تمام؟ هنا باوروبا بصورة عامة المحلات بعد الساعة 7 كل شيء يعزل وما يبقى مفتح مثل ما تشوفون، جاي تشوفون. فهسه هم تذكرت قلت ابو علاوي انت طالع بعد الساعه 7، من تطلع ورا الساعه 7 راح يكونون كلهم معزلين والوضعيه تشولي، بس عادي استمتع واتونس وافسخ وما حد موقفني ورب العالمين. شفت هذا المحل اللي قدامي فصار عندي فضول، قلت خلينا نروح نشوف شنو الاسعار وشنو الوضعيه مالته. شباب هنا القط مخيف ورب العالمين مال ملابس. ايش قد السعر؟ 44 55 172. إذا تجون من هالمناطق كلش راح تنقطون، راح يشبعوكم عجولة طق طق طق. صير لوتي ولا تخلي حد يقطك. تذكر هاي الملاحظة المهمة. خلونا نمشي ونكمل ونستكشف ونشوف شنو بعد نقدر نشوف من المحلات هاي الجميلة واللذيذة. شباب شوفوا لي هذا الحذاء، طبعا الحذاء نسائي سعره 240 يورو شباب، ما يعادل بالعراقي تقريبا 350 ألف 400 ألف دينار عراقي. عود مسوين عليه تخفيض 20%. منطقة هاي منطقة الأغنياء، الناس أكثرهم الساكنين بيها عندهم فلوس، والناس اللي جوا السياحة بصورة عامة لازم هم عندهم، فهمتوني؟ ما راح يجي يقدر شخص نورمال يجي سايح بهاي المدينة اللي حاليا أنا بيها. الأبطال حاليا أنا قدام هاي الكنيسة العملاقة واللي مشهورة بالبرج مالتها هذا، وهاي الكنيسة اسمها كنيسة السيدة مريم العذراء. الابطال تشوفون هذا البرج اللي موجود قدامكم، هذا البرج يعتبر من اعلى الابراج اللي موجوده بالعالم، اللي مبني بالطابوق. برج عملاق يوصل طول هذا البرج تقريبا 115 متر، شيء عملاق وكبير كلش هواي. ابكي خلونا نطب جوا بالكنيسه ونشوف شكو موجود بداخل هاي الكنيسه الجميله واللطيفه. شباب بصراحه ما قدرت اطب جوا هناك بذاك المكان، لان مثل ما تشوفون اكو ناس تصلي بالكنيسة، فاحتراما لهم يعني لازم الواحد ما يطب جوا. اكو هواي شغلات حلوة بهذا المكان بس ممنوع لان حاليا اكو صلاة. طبعا كل الحب والاحترام لاخوتنا المسيحيين بكل بقاع العالم، تحياتي لكم بالطول بالعرض. شباب وهاي المدينة مشهورة بالكنايس كلش هواي، يعني عندك هاي كنيسة وحدة هنا وذيك الثانية هم كنيسة هنا. الابطال تعرفون انا كل صريح وياكم ونهائيا ما اكذب عليكم لان انتم كلكم اخوتي واصدقائي. شباب هاي المدينة اللي حاليا انا بيها منطقتي راجعة لهاي المدينة. هاي المدينة منطقة سياحية حلوة كلش هواي قد ما تتصوروا، وراح اشوفكم بعد بها شغلات كلش هواي. بس مشكلتها اذا بيوم من الايام انت اجيت بلجيكا وتريد تعيش بهاي المدينه، فهذا الشيء كلش راح يكون صعب لك، لان الناس اللي موجودين بيها يرفضون اي احد يجي خارج المدينه ويعيش بهاي المدينه، لان راح يكونون كلش متشددين وياه، والتعامل مالتهم راح يكون كلش صعب ومختلف. فنصيحتي يوم من الايام تجي هنا تستمتع، بس كعيشه ما راح تقدر تعيش بهاي المدينه مثل ما قلت لكم، لان الناس عقلهم قافل يقول لك هاي المدينه بس مالتي، ما اقبل اني اي احد يجي يعيش بهاي المدينه، هاي منطقتنا تيجي تتونس بيها اهلا وسهلا، غير هذا الشيء ماكو. شباب وهاي المدينه هم مشهوره بالشوارع الضيقه او الدرابين احنا بالعراق نسميها، مثل ما تشوفون تجي لهذا المكان مكان كله ضيق هواي، وشارع صغير يشبه باب الحاره اللي موجود بالمسلسلات السوريه. تحياتي للسوريين.
بس بصراحه شيء جميل جدا. شوفوا لي هاي المباني اللي موجوده هنا، وهذا البرج مال الجرس اللي قدامكم. التو اللي لقيت هاي الكلاوات هي مال مباني وهاي السوالف. شباب التصاميم اللي موجوده وراكم مال بيوت، فشي كلش حلو وجميل ولطيف. طبعا من اطب لهاي المناطق تلقائيا ابو علاوي ينقلب يحكي فصحى، ليش شنو السبب ما ادري. راح نطب جوا بعد ونروح يم ذاك البرج الجميل ونفسخه ونفتهم شنو وضعيته، كله طق 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 يسموه برج الجرس. خلينا نروح نشوفه. شباب هاي المدينه مشهوره بالشوكولاته فول، مثل ما تشوفون شلون مكان حلو وجميل ولطيف، فشي خيالي ورب العالمين. شباب هذا البرج كلش مشهور وحتى موجود باليونسكو، فشي كلش مميز هواي. شباب قصة هذا البرج بنو صار تحدي بين الكنيسة البلجيكية والناس اللي قبل اللي كان عندهم فلوس، فتحدوا من يبني أعلى. الكنيسة اللي قبل شوي شوفتكم إياها اللي هي كنيسة السيدة مريم، أو هذا البرج اللي يسموه برج الجرس. وهذا برج الجرس موجود حتى بلائحة اليونسكو، يعتبر شيء كلش مميز بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومن المعالم المشهورة اللي موجودة بالاتحاد الأوروبي. فصار التحدي بين الناس المتدينين والناس خلينا نقول الغير متدينين واللي عندهم فلوس، والتحدي اللي فاز به أكيد الناس اللي عندهم فلوس. مثل ما جاي تشوفون هذا المكان العملاق اللي بنوه، ولحد هاي اللحظة هذا المكان يعتبر مكان مميز وشي مخيف ورب العالمين. ما وقف راسه نهائيا. شباب وحاليا اني بساحه يسموها ساحه السوق. هاي الساحه قبل كانوا يجون هنا البلجيك بيها يبيعون الخضروات والحصونه والخرفان والماعز والباط. الخرفان اقصد الطليان، هاي الاشياء كلها بالتحديد كانوا يبيعوها بهاي الساحه. وهاي الساحه مثل ما تشوفون بيها برج الجرس وبيها مطاعم كلش هواي وبيها مكانات ومعالم كلش مشهوره هواي. خليكم وياي خلينا نكمل ونفسخ هاي المدينه برغي. الابطال مثل ما تشوفون قدامكم هاي البنايه عباره عن مدينه البلديه، كانت قبل من قرون كلش قديمه هواي وحاليا صارت متحف بلجيكي. وهاي الساحه عباره عن مطاعم كلش هواي، يعني مطاعم هواي، مطاعم ايطاليه، مطاعم فرنسيه، مطاعم بلجيكيه، هاي هواي مطاعم. وكاله برجر كينج، KFC، كل شيء موجود بهذا المكان والجميل واللطيف اللي هي شنو؟ ساحه السوق او ساحه الجرس اللي هو هذا قدامكم. القاط العلني هنا، الطب هنا يونسوك بالاسعار وربي. بس بصراحه مكان يعني كلش حلو هواي، خلينا نكون واقعيين. الابطال بصراحه انا تجربتي ويا الاكل الاوروبي كلش تعبانه. الاكل الاوروبي نهائيا ما احبه ولا استمتع به، موت للاكل العربي بطعم البهارات اللي هي التوابل ونكهات كلش هواي ويعطيني بالطبق، وفشي مخيف الاكل العربي وخاصه الاكل العراقي. ابكي طين اني على الاكل العراقي. اما الاكل الاوروبي يخلطون الاخضر واليابس، الحلو والحامض والحار واصلا حتى ما عندهم اكلات كلش هواي، اكلات كلش محدوده هي البيتزا والباستا اللي هي المعكرونه ويتعاركون عليها وصار لا يليق بيناتهم. الاكل العربي اشكال وانواع، تمن ومرقه ومندي وفندي وكل شيء موجود بالاكل العربي. هاي الساحه اللي تشوفوها قدامكم هاي يسموها ساحه المنكر. الناس اللي تحب الخمور وملاعب العيد كلها تلقاها هنا بهذا المكان بالتحديد. بعد ما يشربون يطفون يروحون يقعدون جو الوجه مال الاسد هذا، وهذاك المي ينزل عليهم حتى يصحون ويرجع يكمل يشرب مره ثانيه بالبار. شباب بيوم من الايام اذا جيتوا البروج البلجيكيه تجون لهذا المطعم يبيع تمن ومرقه. النفر مالته تقريبا 24 يورو تمن ومرقه. هنا عندك مرقه تبسي، مرقه شنو فاصوليا وتمن ب 24 يورو. فملاعيب اشكال انواع بهذا المكان الجميل واللطيف. شباب اشاق وياكم بكلام والله لا يبيع تمن مرقه ولا شيء، بس انا النوع يعني احب دائما اشاق وياكم ونضحك ونفرفش ونتونس. ما احب الناس الكآبة نهائيا، اتخبل من هاي الناس انا ورب العالمين. خليك مخبل، اتونس واستمتع وعيش حياتك مثل ما تعجبك، مو مثل ما يعجب الناس. وتذكر هاي ملاحظه من اخوك ابو علاوي. انا وفايت من هذا المكان فشدني هذا المكان وهاي اللعبه اللي موجوده بيه بالتحديد. تفتار حراس وسلاح وناس شايله ملاعيب، وفشدني هذا المكان. حبيت اشوف شنو هذا. شباب اللي يعرف شنو هاي خلي يكتب لنا بالتعليقات، لان بصراحه ما اعرف شنو هاي اللي موجوده حاليا قدامي. شوف الاسعار المخيفه ب 29 يورو، 39 يورو، 44 يورو. هي شنو هاي ب 44 يورو؟ 34 يورو. هذا الحجي بيش ب 244 يورو، يعني تقريبا فوق ال 250 دولار. هذا شينا هاي، هذا يمكن يصنعون باليد، فلهذا سووا يكون غاليات. شباب شدني هذا المكان، تعالوا خلينا نشوف شنو مكتوب هنا بار وما اعرف شنو.
خنطبله مثل ما تشوفون مكان كله ضيق وهاي حاطين هنا طوابع مال الناس اللي يجون او اي شيء من هذول الناس. اكو ناس يحبون يعني يهتمون بهالمواضيع مال الطوابع. شكله بار. اول ما طبيت لهذا المكان ريحه كحول كلش قويه. مكان كلش قديم هواي. بشي اكيد ما راح نطب بس حدنا للدرجه نرجع. شنو هاي؟ لوك هذا فرع. خلونا نكمل عاد على ايش حكي ونكتشف ونشوف شنو هذا. شيء غريب هذا. شو مكان صغير كلش صغير. شنو هالسوالف اللي هنا؟ هذا هنا يبيع اكلهم بس كله خنزير. هذا المطبخ مالتهم. ابكي اموت على هاي الدعافيز. هسه يطلع لي واحد يطردني منه يقول لي اطلع بري. وين ابو علاوي؟ الشارع مسدود. شباب شلون اخذت راحتي؟ اجيت من هاي الدرب وانا طبيت بالاخير وصلت لهذا المكان. مكان مسدود. هسه يجي واحد يسرق علينا خلينا نقلب. اقلب. هذا المكان اللي كنت فيه. دين. دك تفسيخ ودقلات اليوم بدون توقف. هاي المدينة لازم مفسخة تفسخ وبالاخير نقفل الباب مالتها ونعطي المفتاح للمكان هذا اللي هو بلدية المدينة. شباب هاي المدينة تحس نفسك تفتر بقنبر علي. هالقد ما بيها درابين وهاي الاشياء مثل ما تشوفون. اموت على هيك سوالف ورب العالمين. شي كلش حلو وجميل ولطيف. شوف لي هذا الباب هنا. شوف هاي العالم المرتاحة مستمتعين دا يمشون بهاي الدرابين الجميلة واللطيفة. شباب مدينة بروج يسموها البندقية او يسموها مدينة فينيسيا الاسبانية اللي المشهورة كلش هواي بالافرع مال انهر وانهر صغار وقوارب تفتر بيها ومكان جميل ولطيف. تضل قاعد على القنفة لك اطلع شوف عالم مسوي لك شيء لا تظل بمكانك. العالم غير هذا كله تبوع عليه. المخبل الوحيد بهذا المكان هو اني. اريد احد يتفاعل يعيط يسوي له سالفه كل شيء ماكو. هسه السياح شنو هذا الهدوء اللي بيكم؟ لو بالعراق الدنيا يقلبوها يمشي يضرب دقلات من الفرحه لانه طالع سياحه. هدوء بس انا مخبل بنص هذا المكان ورب العالمين. شباب هذا المكان اللي تشوفوه قدامكم هذا كان يسموه الفيس ماركت. ساحة السمكة القديمة. قبل كانوا هنا الناس تجي تبيع سمك. هذا من فترة كلش طويلة هواي. يجون هنا السماكة يحطون السمك مالتهم ويظلون يبيعون سمك. الابطال قبل كانوا شو يسوون؟ كانوا يجون لهذا المكان يفرشون الاسماك مالتهم ويظلون يبيعون سمك. هذا هنا سماكة هنا سماكة وهاي الساحة كلها عالم ومتروسة ناس ويظلون يصيحون زبيدي 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 قطان قطان قطان. ويجون جماعة البصرة ويشترون سمك منا بالقواني ياخذوه ويودوه للبصرة. تحياتي للبصرة بالطول بالعرض. شباب هاي الساحة مال السوق مال السمك اللي موجودة بمدينة برود. كانوا يشترون السمك مثل ما قلت لكم من هاي المكانات. بعد ما يتقطع ويتنظف السمك يجون يغسلوه بهذا المكان اللطيف اللي حاليا هو ما بيه مي. كش ماكو لا مي ولا شيء. وحاليا هاي الساحة استغلوها دائما يسوون بها حفلاتهم الرقص والباتشاتا والسالسا ومن هاي السوالف. من هذا الرقص شايفين هيجي كله ما تمن ومرقه. فاستغلوها لهاي الاشياء حرامات وما ظل بها لا زبيدي ولا قطان ولا بصاروه ولا كل شيء ظل بهاي الساحه. بس شوفوا هاي اللطافه الموجوده قدامكم. غير شارع حلو هذا اللي موجود قدامكم. والنبى هذا الورد هذا حقيقي لو كذبي. صار عندي فضول والله من شفت هذا الورد اريد اشوفه حقيقي. خلينا نشوف والله شنو هذا الورد. 56 عبالي ورد حقيقي. قلت ماكو شيء الوان مخيفه لان ورد تباوع عليه كلش كذب. من تجي تلزمه تباوع عليه مو حقيقي كذبي. وهناك هم خالين. فمطي منظر كلش حلو ومخيف لهاي البنايه. الله غير حلو. شباب منظر احلى من منظر والله العظيم ما اعرف شنو اصور. ماكو هيك جمال. حاليا انا جيت الساحه يسموها ساحه الحب لان ساحه كلش حلوه هواي. خلينا نشوف هل هذا الشيء حقيقي ولا لا. يقولون ساحه رومانسيه والمطاعم اللي بيها جميله ولطيفه. صراحه مثل ما تشوفون ساحه صغيره كلش هواي ومطاعم بيها كلش هواي وساحه حلوه مبينه هواي مثل ما تشوفون قدامكم. اكو بحيره هسه بعد ما خلص هاي الساحه يسموها بحيره الحب. خليكم وياي خلونا نروح لهاي البحيره ونشوف شنو وضعها. شباب هنا الناس متجمعه. شكله كل شيء قوي وجميل ولطيف. هلا منظر كلش حلو هواي بصراحه. هذا الجرس مطل على كل المدينه لان اعلى بنايه موجوده بالمدينه. بحيره كلش حلوه هواي. اكو قوارب هنا. هاي القوارب تجي بالنهار. هاي الباب تنفتح. بعد ما تنفتح تاخذ القارب مالتك وهذا القارب ياخذك بجوله سياحيه بالانهر اللي موجوده بمدينه بروج مثل ما تشوفون. هاي قدامكم هناك هيك مكانات تصير صغيره مال الانهر. فمكان كلش حلو وجميل.
شباب هاي البحيرة يسموها بحيرة الحب اللي موجودة قدامكم. بيوم من الأيام إذا جيت لمدينة بروج تكتب على جوجل بحيرة الحب راح يجيبك الجوجل لهذا المكان اللي موجود حاليا قدامكم. أكيد راح نكمل جولتنا وقتال بدون توقف ودياحة وسفر اليوم. بس شوف لي هذا المنظر شلون حلو. هذا الفندق اللي موجود قدامكم بحثت عليه بالجوجل، الليلة مالته $400 وفوق. فندق مخيف واسعاره كلش جميله. اصدقائي قبل كانوا بهاي المدينه ينتقلون هم عن طريق القوارب والانهر، هاي شوفتكم اياها واللي قبل شوي شوفتكم اياها. هذا الباب الاحمر الصغير راجع لهذا البيت اللي موجود قدامكم. اول ما يقعد الصبح يقول بسم الله يغسل وجهه، وبعد ما يخلص يفتح الباب يلقى القارب مالته موجود قدام هذا الباب الاحمر. قبل يخلي رجليه بالقارب يشغل ويطلع يفتر بالمدينه عن طريق الانهر هاي الجميله اللي موجوده قدامكم. الابطال شوفوا لي هذا المكان الجميل واللطيف، وشوفوا لي هاي الكنيسه هم عملاقه كلش هواي، مثل ما قلت لكم مشهوره بالكنايس هاي المنطقه هواي هواي. وشوفوا لي هذا النهر من الناس شلون هم حلو وجميل ولطيف. انهر مدينه متروسه انهر على مد البصر. شباب شوفوا لي هذا الباب العملاق مال هاي الكنيسه، نفس كنا قبل نشوفه بالافلام، باب كلش كبير وعملاق. شوفوا السمك مالته، عندنا بشوفوا لي هاي شلون حلوه. شباب حاليا انا هذا الباب اليمه مثل ما قلت لكم كان الباب مال الكنيسه، وقبل دا اتخيل الوضعيه كلها سيوف والدنيا محترقه، فكانوا خالين هاي الفتحه اللي موجوده بالباب حتى يشوفون منها الغريب اللي جاي للكنيسه. فكانوا شنو يسوون؟ يجون هنا ويطلع عيله منه يقول له من انت؟ ويباوع عليه هيك من انت؟ بالاخر يطلع بعلاوي هيك من ورا الباب، لك هذا اني سلم نفسك. وبصراحة أنا عقلي ما يتخيل، يعني إذا تشوفون هاي البناية العملاقة اللي موجودة قدامكم كلها مبنية بالطابوق، كلها بس بالطابوق، ماكو لا صاب كونكريت ولا حديد ولا أي شيء. عجيب ورب العالمين، شيء الدماغ ما يشيله. شباب هذا المكان قدامي ما أدري شنو هو، تعالوا خلينا نطب بيه ونشوف شنو هذا المكان. لو كاتلين الأمور طيبة. ما اعرف ليش دا اتخيل بيوم من الايام هالقد ما اطب هيك دا عفيس وفروع واحب استكشف كل شيء بنفسي، يلزمني واحد يقول لي دي تعال طق 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 يشبعني كلات والله. هاي الواحد يستقبلنا بالبايسكل. لك شنو هاي؟ مكان يطببوك بمكان بهاي المدينه. هذول ايش بيهم؟ شباب مبينين ذولا كانوا هنا يعني قسيسين ما اعرف شو اسمهم، وراجعين لهاي الكنيسة اللي موجودة قدامكم. مكان عملاق وما يخلص. وهاي هنا مبينة نباتات غريبة يعني ونادرة كلش، لين حاطين لها قطع والامور مالتها كلش مختلفة. شوف يقول لك ممنوع لا تحط وردة ولا تلزم وردة ولا توصلها، خليها مثل ما هي. مكان جميل كله نوادر هاي، اكيد بيها شيء مختلف. شوفوا هذا الطير الشام يتونس. امورك فول طيبه بهذا المكان الجميل واللطيف، وين لاقيها. شباب بعد ما طبيت لهذا المكان، هذا المكان هنا يعلموك العزف مال الموسيقى. اخاف نطب جوا ويكتلونه، خلينا نوصل لين بالباب ونشوف شنو الوجبه. شباب تلاحظون انتم هنا دائما الابواب كلها صغيره والبنايات ناعمه واشياء اثريه للاخير. نطب جوا هذا الحجي، خلينا نفرها ونطلع. تحياتي لكم عمي. خلونا نكمل بنام شوف شنو الوضع. استكشاف ملك التفصيخ ابو علي. وين راح يوديني هذا المكان؟ وين راح يشمرني ما ادري. طبيت بمجمع اثري للاخير. شوف لي هاي النافوره وهاي المطاعم وهو ربها، اول مره اوصل هنا غير حلو. شباب نصيحه من اخوكم، دائما اطلع تونس، لا تظل ثابت بس بالبيت ومقيد نفسك وهي من الاجواء مثلا ما تساعد والوضعيه كاي يساعدك. اطلع غير جو، اخذ بايسكل افتر، اطلع ويا جماعتك، اروح اسبح، اروح للنهر، اروح المكان بيه خضار اكتشف، اروح المكانات مختلفه انت قبل ما شايفها، تغير جو، تظل انت بنفس المكان نفسيتك تلعب وكلش راح تتكئب. فنصيحه من اخوك دائما اطلع وغير جو. شوف هذا شلون يتونس منزله بالنافوره دا يسبح كل شيء ما عنده، اموره فول دلال. شباب هذا مطعم ايطالي بنفس هذا المكان اللي انا بيه، شكلي راح اطب بسلسله مال مطاعم وهاي الملاعب.
جاي تشوفون ذول العالم وين قاعدين؟ قاعدة إلا نهاية العالم. إطلالة جميلة جدا على هذا النهر اللي موجود قدامهم. حلو، طبيت من مكان طلعت من مكان ثاني. شلون لون حلو اذا بيستوي لون الضوء الاحمر هذا. شوفوا لي هالمطاعم والبارات شلونها جميله جدا، والاطلاله منه فشي مخيف. شباب تعرفون شنو اللي احبه بالاستكشاف؟ من تطلع وتتفاجئ من مكان لمكان، مكان يذبك المكان احلى، مكان يذبك المكان احلى، وتستكشف وتشوف شغلات كلش مختلفه وحلوه، فحلو هذا الاحساس، فالشعور جميل. هاي المنطقه اول مره اطبلها اني وما شايفها قبل ولا عندلها نهائيا، فاكتشفتها جديد وحطيتها بالقائمه مالتي. المره الجايه اذا اريد اجي واتونس واغير جو اكيد راح اجي لهذا المكان اللطيف اللي جاي تشوفوه. اسمع لي صوت التغريد هذا، ذاك يغرد وهذا منه راح يغرد. ماكو شي جمال، سبحانك ربي اللي خالق هاي الطبيعة الجميلة. الأبطال وصلت المكان كلش مشهور بمدينة بروج واللي هي بحيرة البجع. خلونا نفتر هذا المكان ونفسخه برغي برغي ونروح يم ذنيك البجعات، وهذا المي الخالي نبلش بيه أول شيء ونفسخه. هذا المي الخالي عبارة عن مي وأعلاف للأسماك يضخون عن طريق هاي المضخة، تنتشر الأعلاف لكل الأسماك اللي موجوده بهاي البحيره. كل ما تشوف هذا المي تذكر حسين تفسيق، يقول هذا المكان بيه اسماك وهذا المي بيه اعلاف مال اسماك واكسجين بنفس الوقت للسمك الزين. بس شوفوا لي اللطافه، شنو هاي البجعه الجميله فديتي شاني يوم. شباب هذا المكان متروس كله بجع وبط، بس ذبات ريش كلش هواي. اللي يعرف ليش ذبات ريش خلي يكتب لي بالتعليقات. جاي تشوفون ايش قد بجعات بجنون كلش هواي، غار حلوات. شهدوا ولا الله على هذا المنظر. شوفوا ذني البط الصغار شنو وين رايحات انتو؟ الابطال ملاحظه صغيره، دير بالك بيوم من الايام تجي ليش مكانات موجوده بيها بجعات وبط جايب لك كيس مال خبز وعلى اساس التحنين عليه وتعطيها كيل، ترى ممنوع. بس يشوفك الشرطه قبل يضربوك غرامه. واذا بيوم من الايام فكرت تلزم بجعه مثل هاي وتحطها بالعلاقه وتاخذها تسويها تشريب، ورب العالمين اذا لزموك الا يسووك يخني تشريب، يسووك مال لحم مو مال باط ولا مال بجع ولا اي شيء. شيء كلش خطر، عليه سجن وعليه غرامه عملاقه، ممكن حتى يرحلوك من اوروبا اللي تبيها. فنقطه من يشوف هاي البجعه ذكر ابو علاوي يقول لا ما اريد لا اكلك ولا كل شيء اسوي، بس اصور شعوفك. شنو هذا غار سرب؟ عشو كلها نزلت لي المي وكلها منطلقه بهذا الاتجاه، وين رايحين ذني ما ادري. شوف صايره حل وشد هنا، باوع ايش قد يجنوا علي. شنو وين رايحين ذولي؟ والله دوخوني، غير مكان لطيف. شو تريدين؟ اسمع هواي يجني ما ادري من وين طلعن كلش هواي. وذاك الدجاج مال المي. ترى هذا المنظر اللي قدامي مو منظر طبيعي ورب العالمين، يعني عيني ما تصدقه. البنايه هاي الموجوده معكوسه بالمي ومي نظيف وخضار وهدوء وصوت عصافير. الحمد لله والشكر لين رب العالمين جابني لهيجي مكانات جميله ولطيفه. شباب احس نفسي واقف وراي صوره بس ماكو صوره والله العظيم شيء حقيقي خيالي. تعرفون شنو شيء خيالي؟ هذا اللي وراي المنظر خيالي، حتى بالحلم ما كنت اشوفه بالعراق ورب العالمين. شباب هذا اللي قدامكم هم مطعم، هذا المطعم ما يفتح بس يوم العطل اللي هو السبت والاحد. مكان جميل، تحجز وبعد ما تحجز راح تجي تقعد بهذا المطعم تتعشى او تتغدى، لان مكان فاخر جدا وما كله على الحجوزات. اول ما تنزل لهذا المكان قبل تقول اني جاي من العراق اريد تمن ومرقه، ابو علاوي دزني عليكم، قبل يقول لك اطلع برا ما عندنا تمن ومرقه. تشوفون بروج قبل شلون كانت كلها عباره عن ناس اثرياء عندهم فلوس ومنافسه مثل ما قلت لكم بين الاثرياء وجماعه الكنيسه اللي هم الناس المتدينين. هذول الاثرياء وهاي المره جماعه الكنيسه، وهاي صوره كلش قديمه ما اعرف المن بصراحه، وهاي وحده هنا من جماعه الكنيسه محجبه كانما مسلمه، وهذول اللي عندهم مالات فلوس، وهاي الاغنياء هنا، وهاي عجوز ما اعرف شنو سالفتها،
وهاي هنا جماعة الكنيسة قبل كانوا باوروبا ما يلبسون ملابس قصيرة وهاي الاشياء مثل ما تشوفون بالصور، حتى اذا لبست ملابس قصيرة فتلبس جواريب وياها وما تبين لا رجلها ولا اي شيء يبين من ملامح جسمها. وهاي هنا ميكس بين الناس الاغنياء واللي عندهم فلوس، القادة مال البروج وجماعة الكنيسة هم لازم يكونون مشاركين بالمكان اللي موجودين به الاغنياء. فكانت منافسة عملاقة. هاي هم ساحة من ساحات بروج، بس بصراحة بالتحديد اي ساحة انا ما اعرف. هذا الجسر قبل شوية كنت عليه انا صورت لكم منه شباب. مكان جميل ورب العالمين جميل. هاي شوية شوية تطورت الحياة وخربت الوضعية، نزعوا الحجاب وكاست الوضعية 100%. المكان حلو، شوفوا لي هذا المكان شلون حلو، جسر مي منه ومي منه وكله ورود، ماكو هيك شيء حلو. الله غير جمال. الشباب الطيبة اتمنى التفسيخ مال حسين تفسيخ عجبكم، طببتكم للمدينة وفسختها تفسيخ، شوفتكم ابراج، شوفتكم كنايس، شوفتكم محلات، شوفتكم مطاعم، شوفتكم بحيرات، شوفتكم حدائق، شوفتكم كل شيء لازم انتم تشوفوه، وما بخلت عليكم ولا قصرت عليكم ولا شيء. الابطال اللي حاب يتعرف على حسين تفسيخ اكثر ويشوف حياته اليومية ويشوف كل تفاصيلها يضيفنا عن طريق الانستغرام اللي موجود هنا فوق. وعن طريق الانستغرام اني نزلت تصويت، وبعد ما نزلت التصويت فازت عندي مدينة بروج اللي حاليا انا دا اصور بها عن طريق المتابعين مالتي عن طريق الانستغرام، وجيت صورت هذا المكان. فضيفونا انستغرام وتحياتي لكم ومع السلامة شباب.